الاهلي يعمل ايه عشان يكسب ريال مدريد الماتش الجاي؟ كلنا نقعد ندعي من هنا اليوم الماتش. لا بتكلم بجد كوره. لا كوره صعب، انما انت دي حته صعبه. والدعاء وحش. لا الدعاء طبعا ده اهم شيء، اهم من الفنيات واهم من الخطه واهم من اي حاجه. ادعي ان ربنا ده مثلا بس انا فكريا في الكوره اديني فكرك بتاع كابتن رضا عبد العال جوارديولا. لا وقف السبيشال بتاع لا وقف لغايه الماتش ده. وقف لغايه الماتش ده خلاص. يبقى الراجل الله يكون في عونه بقى. لا ليه؟ ما انت هتلعب بثلاث ديفندرات. ده ما هو ده التفكير بتاع كابتن رضا ان هو يعمل ثلاثه. هو هيلعب اذا كان في الماتشين اللي فاتوا لعب بثلاثه، هيجي في ماتش ريال مدريد هيفتح الدنيا ويلعب باثنين بس. ممكن يلعب اربعه. يا ريت يا ريت. 4-4-2 دي ما اتلعبت قبل كده. 4-4-1-1 دي برضو يعني مش دفاعيه. والله بيقرا الجيم لغايه بس يقرا بدري بقى ويشوف الدنيا هتبقى توصل لغايه فين وبعد كده يعدل. ما عندناش صعب يعني الاهلي يكسب. هي بص بعد كاس العالم ده ما فيش حاجه اسمها صعب. بس اللي انا شايفه بالحاله اللي فيها النادي الاهلي دي بالمدير الفني صعب. لان الخوف هيتنقل للعيبه الاهلي، مش هتأدي كويس حتى في عدم وجود بنزيما ميليتاو ومندي فاسكيز. فرقه كوره يعني بغض النظر، لان دي استراتيجيه وفلسفه بيلعبوا بيها طول الماتشات كلها. غفوا لا ماشي للنجوم ده، بالعكس ده انت النجوم ممكن يخافوا على نفسهم اكتر من اللعيبه اللي عايزه تثبت نفسها يا فاروق. يعني من اللعيبه اللي ممكن اللي هي مثلا بنزيما وما اعرفش مين الثاني المصاب ولا الثالث، ممكن دولت يعني مع وائل جمعه كان بيتالق مع النجوم ليه؟ لان بيبقوا برضه خايفين على رجليهم. خوفهم هو برضه واخد بالك. انما دولت تخاف منهم بقى، لان كله عايز يثبت نفسه، عايز يقول لك ان انا من غير بنزيما وانا اهو عايز احجز مكان في ريال مدريد. لا طيب